سبتمبر عام 2002 وقع حدث استثنائي في هرم الجيزة الكبير، وهو الهرم الأضخم والأكثر غموضاً بين كل أهرام مصر القديمة. كان علماء الآثار والمهندسون يجرون استكشافين مميزين، وكان الأمر يبث بشكل مباشر على التلفاز. في المقبرة القديمة لبناة الهرم عثر على أقدم تابوت مغلق في مصر وسيفتح، ويعتقد أنه لأهم مشرف على مشروع الهرم بكامله. في الوقت نفسه كان هناك استكشاف يجري داخل الهرم الأكبر، وذلك بوساطة رجل آلي تسلق ممراً سرياً ليرى ما وراء الباب الغامض. وكل الأمكنة التي اكتشفت داخل الهرم ستساعد اختصاصيي التاريخ المصري في فهم الغرض من الهرم نفسه. إننا نحاول إعادة بناء ما كان في عقول البنائين في ذلك الزمن، أي قبل 5000 سنة. أنتم لكم توقعاتكم ونماذجكم العقلية، لكن ستفاجؤون بهذا الممر الرأسي الصغير. كانت لحظة بالغة الأهمية بالنسبة لنا، إذ كان ذلك الباب من أحد أهم الاكتشافات قبل نهاية عام 2002. قليلة المعلومات التي نعرفها عن الهرم الأكبر. كيف بني؟ ولماذا كان بالضبط؟ وهل يمكن أن تكون هناك حجرات مخبأة في الداخل؟ أسئلة أمضى علماء الآثار سنوات للإجابة عليها. كان يعتقد دائما أن الهرم الأكبر بني من أجل الفرعون خوفو، أي قبل 4500 سنة، لكن ولهذه اللحظة لم يتم العثور على شيء من خوفو داخل الهرم. قضى خوفو حياته على الأرض يستعد لجنازته وموته. حين عبرت سفينة جنازته النيل تاركة أرض الأحياء ومتوجهة إلى أرض الموتى، أخذ خوفو معه زخارف حياته إلى العالم الآخر، ولا أحد يعلم ماذا حدث لهذا الكنز. من المؤكد أنه دفن معه في الهرم الأكبر، الذي يعتقد علماء الآثار المصرية أنه قبر خوفو. يقدم الهرم مكان راحة آمنا لجسد الملك، حيث يبقى فيه دون أذى إلى الأبد. لكن اعتقاد المصريين بأن الهرم سيساعد الملك على الوصول إلى الفضاء السماوي لم يفهم قط. ويأمل علماء الآثار أن تكون الإجابات في الداخل. إن كل شيء صغير نجده عن الهرم الأكبر هام، لأن كل الأشياء تعمل معا في هذه الآلة لإيصال الملك إلى الحياة الأخرى. في سبتمبر عام 2002 خطط العلماء لإرسال آلة تصوير يحملها رجل آلي إلى جزء غير مستكشف من الهرم الأكبر، وفي بث حي على التلفاز. هذا هو مدخل الهرم الأكبر. إنه ليس المدخل الأصلي الذي أغلق بعد دفن الفرعون. شق هذا النفق عبر الحجارة قبل نحو 1000 سنة، وهو يؤدي في النهاية إلى ما يعتقد أنه حجرة دفن خوفو. لكن للوصول إلى الحجرة حيث يعمل فريقنا سأضطر إلى شق طريقي عبر سلسلة من الأنفاق والممرات الرأسية في قلب الهرم، وأنا على وشك الوصول إلى الحجرة الأولى. سأصعد هذه الدرجات إلى حيث الفريق يسعى لحل لغز الممر الرأسي السري. عام 1992 اكتشف المهندس الألماني رودولف غانتنبرينغ الممر الرأسي الغامض، وحين صعد رجله الآلي 65 متراً أعلى الممر ذهل فريقه بما رآه. الممر مسدود، بدا الحجر وكأنه قطع باهتمام ليلائم الممر. لكن ما هي تلك الأشياء التي بدت كالمقابض؟ هل هذا باب؟
وهل هو دليل على وظيفة الهرم؟ أذهل هذا الممر والحجر الدكتور زاهي حواس رئيس آثار مصر، وحلم برؤية ما وراءه. انتظرت هذا طيلة حياتي. عام 2002 صنع رجل آلي جديد، وهو جهاز يستطيع حمل أدوات وآلات تصوير، وأعطي لفريق جديد ليكون منفذا خاصا إلى الهرم. وفي سبتمبر اختبروا الرجل الآلي لعدة أسابيع، ولم يكن سهلا، ليس لأن ارتفاع الحجر 65 مترا، بل لأن الممر يرتفع بانحدار شديد. لكن الفريق مستعد الآن لإطلاق الرجل الآلي في مهمة استكشافه الأخيرة. انتهى الجزء الأول من الرحلة. أنا ألهث قليلا. لقد صعدت 4 أمتار تقريبا على هذه الدرجات المنحدرة هنا. أنا الآن داخل قلب الهرم الأكبر. أنا أقف فيما يعرف باسم الرواق الضخم. يمكنكم رؤية هذا السقف الحجري المرتفع والسلالم على جانبي الرواق، والتي تؤدي إلى المكان الذي عثروا فيه على ناموس خوفو، ويعرف باسم حجرة دفن الملك. ولكن لن أدخل إلى هناك، بل سأنزل في هذا النفق إلى ما يسمى بحجرة الملكة. تسمى حجرة الملكة، لكن ملكة خوفو لم تدفن هنا، لهذا نحن لا نعرف سبب وجودها بالفعل، وهذا أحد الألغاز التي نأمل بحلها الليلة. داخل حجرة الملكة كان الدكتور زاهي حواس وفريق الرجل الآلي ينتظرون لورا ليرسلوا الرجل الآلي إلى داخل الممر الرئيسي لإلقاء نظرة على ما وراء الحجر الذي يسده. سأسلك هذا الطريق. يحمل الرجل الآلي الذي سيتسلق الممر الرئيسي قبل أن يصل إلى حجر السد آلة تصوير في نهايتها مسبر طويل. انظري، هذه هي آلة التصوير التي ستعبر الباب. يجب أن تكون مساحتها 15 أو 16 سنتيمترا. هناك سؤال يا زاهي، فالناس سيتساءلون: هل اختلس أحد للنظر؟ لا، لكن عندي بعض الأفكار سنناقشها. إن إرسال رجل آلي إلى المجهول لم يكن الإثارة الوحيدة، فعلى بعد كيلومتر فقط من الهرم كان هناك حدث فريد آخر. لقد أعطى الدكتور حواس الإذن بفتح قبر اكتشف حديثا، وتقول الكتابة الهيروغليفية إنه يخص مشرفا اسمه نيسوت ويسرت، وكان اكتشافا نادرا. إنه أقدم ناووس مختوم عثر عليه في مصر. كان قبر نيسوت ويسرت أحدث اكتشاف في مقبرة مميزة غيرت فهمنا لطريقة بناء الأهرام. اكتشف الدكتور حواس القبور في أوائل التسعينيات، وهناك مئات القبور قرب الأهرام، قبور ملوك وأمراء وأميرات ونبلاء وأصحاب مراتب عليا، ولم يعثر أحد على قبر واحد لعمال الهرم. كان حلمي أن أعثر على دليل يدل على الناس الذين بنوا الأهرام. هذا هو حقا أول قبر عثرنا عليه. إنه مقنطر بشكل جميل وكان مغطى بالجص، وحين نظرت هنا استطعت رؤية الاسم مكتوبا بالهيروغليفية: بيتاح شيب سو. نظرت إلى الطرف الآخر ورأيت قوة للناس لكي يجلبوا القرابين خلال الاحتفال ليعطوها لهذا الرجل. إلى جانب اسم الرجل هناك لقب رئيسي من معارف الملك. إنها بداية هذه القصة الكبيرة. اللقب وتفاصيل القبر الأخرى تشير إلى أنه كان عاملا. تم اكتشاف أكثر من 1000 قبر جديد، وكل منها يخص أحد بناة الهرم، ومعظمها عبارة عن تلال صغيرة. وفي أعلى التلة عثروا على قبور أكبر، وهي قبور المراقبين. لقد كان اكتشافا كبيرا، فقبور المراقبين لم تخبرهم بالأسماء فقط، بل أخبرتهم أيضا بألقاب الرجال الموتى. بدأت تظهر التفاصيل المذهلة حول كيفية بناء الأهرام، من مراقب العمال الذين سحبوا الحجارة
ومراقب الجانب الغربي للهرم. وكل لقب جديد كشف عن الطريقة التي نظم بها المصريون أنفسهم. ومثل الفرعون أخذ العمال معهم أشياءهم الأساسية إلى حياتهم الأخرى، وهي عشرات جرار الجعة التي يفترض أن تكون ممتلئة، وأخذوا أشياء عملية أكثر، أدواتهم. هذا هو نوع الأدوات الذي كان يستخدمه الفنان في نحت وجه تمثال لجعله صقيلا، وكذلك لصنع صدر التمثال أو ساقي التمثال. لو لمسته يمكنك أن تشعر بيد العامل الذي صنعه فعلا قبل 4000 سنة. حفظت كنوز مقابر الجيزة في مخزن خاص في مكان لم يصوره التلفاز من قبل. لكن ما يذهل الدكتور حواس هو التماثيل التي تظهر كيف كان العمال يبدون بالفعل. هذا التمثال الذي هنا تمثال هام جدا بالنسبة لي، لأنه أول تمثال عثرنا عليه في تنقيبنا. هذه سيدة تطحن القمح، إنها تصنع الطعام والخبز للعمال الذين يعملون بجد في بناء الهرم. ما هو هام هو أنك لو نظرت إلى وجه كل واحد هنا تجد أن كل شخص يمكنه أن يخبرنا قصة المصريين العظماء الذين بنوا الأهرام. لكن الأكثر إثارة من بين كل القبور المكتشفة في مقبرة العمال هو قبر نيسوت ويسرت. لقد كان المراقب الأكثر أهمية في مشروع الهرم كله، وفي 16 من سبتمبر عام 2002 كان ناووسه على وشك أن يفتح. لقد كان أقدم ناووس مختوم عثر عليه في مصر، وكان الأمل أن يقدم أفكارا جديدة حول بناء هذه الأبنية المذهلة. يبدو أن نيسوت ويسرت كان المراقب المسؤول عن مؤن العمال، وتم اكتشاف ما يعنيه ذلك تماما تحت قبورهم في منجم ذهب أثري آخر على يد عالم الآثار المصرية مارك لينر. عندما وضع مارك خارطة للهرم في الثمانينيات عثر على مقالع كانت حجارة الأهرام تقتطع منها، ولم توجد آثار للمكان الذي عاش فيه العمال. علم مارك أن هناك مدينة رائعة تختبئ، إنها مدينة الأهرام المفقودة. حين بدأنا الحفر لم نكن نعرف ماذا نتوقع بالضبط، أهرام وقبور كثيرة، لكننا لم نعرف كيف عاش الناس. فحين يتجمع عشرات الآلاف من الناس لبناء هرم فأي بصمة يتركها ذلك؟ على بعد مئات الأمتار من الهرم الأكبر وفي ضاحية من ضواحي القاهرة عثر على تلك البصمة. في أحد مواسم التنقيب حفرت مجرفة حفرة في الموقع، وبالكاد أظهرت 3 أحواض ضخمة من الفخار. ظهرت أحواض الفخار أولا فوق سطح من الرماد الأسود الراسخ، فعلمنا أننا عثرنا على مخبز أثري، لأنهم في مشاهد القبور كانوا يمزجون العجين في أحواض كبيرة. أصبح مارك مأسورا أكثر حين عثروا على المزيد من المخابز. إن العثور على مئات المخابز منحنا فكرة حول الطريقة التي صنع بها الهرم في الفترة المبكرة من التاريخ المصري. لم تكن لديهم مصانع خبز كبيرة. لقد استخدموا الطريقة التي يخبزون بها في بيوتهم وكرروها لمرات كثيرة، لكن هذا خبز على مستوى صناعي وليس على مستوى مطبخ منزل. لكنه اكتشف أنهم لم يخبزوا الخبز فقط، بل كانوا يجهزون أطعمة أخرى وعلى مستوى يخجل مطابخ الجيش الميداني. عثرنا في تنقيب آثار مدينة الأهرام على آلاف وآلاف قطع عظم الماشية، وعلى طول الشارع الرئيسي للمدينة عثرنا على نوع من العظام
التي بقيت بعد أعمال الجزارة من عظام فك وأسنان ومفاصل أرجل، وهذا يعني أن هناك جزءا كبيرا من الشارع كان مخصصا لذبح الماشية. كان اللحم طعام ذوي السعة. لقد عارضت اكتشافات مارك القصص التي لا تزال تروى للسياح بأن الأهرام بناها آلاف العبيد. اكتشف مارك أن العمال كانوا يحظون بعناية ممتازة. لدينا من عظام الماشية ما يطعم آلاف الناس لو أكلوا اللحم كل يوم على مدى قسم كبير من القرن. في الواقع هذا هو الوقت الذي استغرقه بناء أهرام الجيزة. ومع استمرار البحث اكتشف مارك كم كان نظام العمال الغذائي غنيا بالبروتين. عمود فقري للسمكة. إنه واحد من ملايين عظام الأسماك الصغيرة التي وجدت. إذن بالإضافة إلى اللحم كان عمال المدينة يتناولون كميات كبيرة من أسماك النيل. لم يكن طعاما للعبيد، بل كانوا يطعمون مثل الأبطال الأولمبيين. لدى مارك فكرة جيدة حول ما أكلوه، لكن أين كانت تقام هذه الولائم؟ عثر على بقايا بناء فريد من نوعه في ترتيب غريب لمعالف ومقاعد مرتبة على طوله. وجدنا تحت هذه المقاعد قواعد أعمدة كلسية كهذا، ومن حفر في المقعد فوق القاعدة أدركنا أن أعمدة خشبية نحيلة كانت تنتصب كل 5 أذرع مصرية. إننا في أقدم قاعة طعام بأعمدة في مصر. كما عثر مارك على بعض الأدلة الصغيرة مخبأة في الرمل. حين نقبنا هذه المعالف والمقاعد ونظرنا جيدا وجدنا عظام أسماك صغيرة مستقرة في كل أنحائها. هل كان هذا فتات مائدة أول مقصف والأقدم في العالم؟ ربما هذا هو المكان الذي يأتي إليه العمال لأكل وليمة الصباح. إطعامهم الغذاء الغني بالبروتين هو تحضير لليوم الذي ينتظرهم وللمهمة التي يتولونها. وعملية تموين هذه كلها سيتحكم فيها وكلاء أعمال من ملكية الملك مثل نيسوت ويسرت الذي لا شك أنه مات في الجيزة أثناء الإنشاء. وفي سبتمبر عام 2002 سيفتح ناووسه بأمل أن يقدم دفن عامل هام كهذا أفكاراً جديدة حول بناء الأهرام. وفي الوقت نفسه هناك مهمة أخرى تجري لكشف المزيد من معنى الهرم نفسه. هناك رجل آلي يشق طريقه إلى أعلى ممر رأسي صغير طويل نحو باب، لكن الهدف من الممر وما وراء الباب ليس معروفا. وبالنسبة إلى عمال الهرم الذين عملوا لبناء قبر للرجل الإله الذي كان ملكهم، فإننا نعرف الآن أن البناء الذي كانوا يبنونه هو الأعقد. وبينما نهض هرم خوفو الجديد من الأرض، كان العمال يصنعون متاهة في الداخل. وبينما كانت كل طبقة من الحجارة توضع في الحجرات، كانت تبنى الأنفاق والممرات الرأسية الصغيرة. وفي أي مرحلة من مراحل البناء سيكشف النظر إلى الهرم كم كان هذا الترتيب معقداً. بعض هذه المساحات الداخلية ضخمة، والرواق الكبير ممر منحدر ضخم يؤدي إلى حجرة دفن خوفو. عند مدخل حجرة الدفن بنى عمال الهرم آلة تمنع لصوص المقابر. بعد أن يضعوا مومياء الملك
داخل الناووس سيقوم العمال والكهنة وابن الملك بدفع هذا اللوح لإغلاق مدخل حجرة الدفن، ويدفن الملك بأمان حتى الحياة الآخرة. لكن حجارة الإغلاق فشلت في حماية الملك، لقد اختفت قبل وقت طويل. وعلى الجانب الآخر للحرم الداخلي تقع حجرة الدفن. هنا سيرتاح جسد الملك في ناووس عملاق. وكما في حجرة الملكة في الأسفل، هناك ممران رأسيان صغيران يشيران إلى السماء. وما زال الغرض من هذه الممرات غير مفهوم. حتى بعض الحجرات الضخمة لا تزال لغزاً، كالحجرة تحت الأرضية تحت الهرم. إنها على عمق 30 متراً تحت الأرض، ويمكن الوصول إليها عبر ممر منحدر. هذه المساحة الشاسعة اقتطعت من الصخر ولم يتم إنهاؤها. في قلب اللغز تقع حجرة الملكة نفسها، ورغم الاسم فهي لم تكن لملكة خوفو، فلديها هرمها الخاص في الخارج. لماذا وجدت إذن؟ اقترح بعضهم أن الحجرة كانت تحتوي تمثالا للملك، تمثالا يمكن أن يكون موطنا لروح الملك. كان المصريون يعتقدون أنه من الهام أن تتمكن الروح من العودة إلى الجسد لتتلقى التغذية والطاقة. وفي معابد الطوائف الدينية تقدم القرابين في الصباح والمساء للروح لتستطيع الحياة في العالم الآخر. لكن الروح تستطيع احتلال تمثال يمكنه أن يعمل كجسد احتياطي. أيمكن أن يكون ذلك دليلاً على الهدف من الممر الرأسي الصغير وعلى وظيفة الهرم نفسه؟ سابقاً تسلق الدكتور حواس وميغ ويترز إلى حيث يبرز الممر الرأسي من حجرة الملكة نحو منتصف المسافة. هناك 2 من هذه الممرات، واحد في الشمال وواحد في الجنوب، ولم يعثر قط على مخرجي هذين الممرين. نحن قرب ذلك الممر الآن، لكن علماء الآثار هنا في الجيزة بحثوا في كل مكان على السطح في الجنوب هنا، ولم يستطيعوا العثور على أي دليل على الإطلاق بأن هذا الممر له فتحة في الخارج. لا شك أن الممرات كانت هامة، لأن بناءها كان صعبا جدا، وهي ليست فكرة خطرت فيما بعد، بل تم بناؤها بعناية مع بناء الهرم طبقة طبقة. لا أحد يملك فكرة عن سبب وجود هذه الممرات التي سميت بممرات الهواء. ورغم البحث الدقيق، فشلت ميغ والدكتور حواس مثل الآخرين جميعا في العثور على أي مخرج للممرات. أعتقد أنها ليست موجودة لتسمح للهواء بدخول الهرم، بل أعتقد أن لها علاقة بنظام معتقدات المصريين. ولماذا كانت هذه الممرات؟ نظريتي وما أعتقده هو أن الممر الجنوبي بمثابة ممر رمزي لروح الملك باعتباره إله الشمس رع. رمزيا في عقل المصريين تمر روح الملك عبر ذلك الممر. الممر الشمالي هو أيضا نموذج للملك باعتباره الإله حورس لينضم إلى النجوم الشمالية. يحتمل أن تقدم هذه الممرات الوسائل التي يستطيع بها الخروج كروح إلى السماء ثم العودة والانضمام إلى جسده. إنه طريق مزدوج بالنسبة له ليترك الأرض ويعود حين يريد. هل هذا هو سر الممرات؟ وهل صممت لتوجيه روح الملك نحو الفضاء السماوي في السماوات الشمالية والجنوبية؟
تأمل الجميع أن يحل الرجل الآلي اللغز، وربما يكمن الجواب وراء الباب السري. لكن حين أتى فريق الرجل الآلي إلى الهرم الأكبر في صيف 2002 وجد أن مهمته أصعب بكثير مما تخيل. أرسلوا رجلا آليا مسلحا بآلات تصوير صغيرة إلى أعلى الممر الرئيسي في حجرة الملكة للتحقيق في الباب الغامض أو حجر الإغلاق. تفاءلوا في البداية لأن الممر كان ثقيلا وسهل التسلق، وبعد 60 مترا حصلوا على اللمحة الأولى لحجر الإغلاق. هذا هو الباب ويمكنكم رؤية المقبضين. لكن هناك مشكلة، فأمام الرجل الآلي تماما كان سطح الممر متعرجا للغاية مثل عتبة تقريبا. إذن الكثير من الانزلاق. إنها عتبة مرتفعة جدا وغير مستوية، وهي في زاوية غريبة، ومن الصعب علي جدا أن أوجه وأسحب. حسناً، نجحوا أخيرا، ثم وقعت كارثة. حسناً، نحن ننزل. سقط الرجل الآلي 60 مترا. لحسن الحظ أنه نجا وتابع لينجز أول رحلة ناجحة له إلى أعلى الحجر. حصل الدكتور حواس والفريق على النظرة الجيدة الأولى للحجر بمقبضيه النحاسيين. انظروا كم هو ثقيل، إنه رائع. تلك صورة جميلة. نعم، إنه ثقيل جدا. كانت تلك أكثر الصور تفصيلا على الإطلاق. لقد قاموا باكتشاف مشوق. من هذه الرقاقة في الزاوية السفلية يمكنك رؤية الظلال، ويمكنك أن ترى بوضوح شديد أن هذا الحجر يقبع في أخدود عمودي في الجدار الجانبي، وهذا طبعا خبر سار، لأن هذا بالضبط ما تفعله لو كان هناك باب انزلق إلى مكانه من أعلى. إن معرفة تفاصيل جديدة عن الحجر جعل الفريق مصمما على رؤية ما وراءه، وقد يؤدي إلى حجرة جديدة. لكن الرجل الآلي لم يعمل جيدا، وسيحتاج إلى تحسينات قبل عودتهم في سبتمبر. إن الأمل في العثور على حجرات سرية داخل الهرم ليس بعيد الاحتمال، فقد اكتشفت حجرات مخبأة على يد مستكشفين سابقين. في القرن التاسع عشر، حين استخدم الديناميت لملاحقة كنز الفرعون المفقود، تم أحد أكثر الاكتشافات إذهالا في الهرم الأكبر. لقد اكتشفت غرف سرية متراكمة فوق غرفة دفن الملك. هناك 5 غرف، وقد بنيت لتوزيع الحمل الكبير على قبر الملك في الأسفل. زحف الدكتور حواس عبر الأقنية التي فجرت بالديناميت للوصول إلى هذه الغرف، وهنا تم العثور على شيء رائع. كتابات هيروغليفية تظهر أن الأهرام بنيت من قبل مجموعات. تتألف كل مجموعة من 1000 عامل، وكانوا يقسمون المجموعات إلى وحدات صغيرة يسمونها فايل، وهي كلمة إغريقية تعني قبيلة، وكل قبيلة تتألف من 200 عامل. وكانت القبائل تقسم إلى مجموعات أصغر، ولكل منها اسم مثل العظيمة، الخضراء، الاحتمال، بل إن واحدة حملت اسم الكمال. لكن علماء الآثار المصرية فتنوا أكثر بما عثروا عليه في الحجرة العلوية.
هنا بين الكتابات الجدارية الباقية منذ اكتشاف الحجرات المزيد من الهيروغليفية، لكنها مختلفة. هذا هو الاسم، وهي المرة الأولى التي نرى فيها اسم خوفو مكتوبا داخل الهرم. خو فو داخل خرطوشة. وبعد ذلك لدينا الكلمة ديهابيرو، وسيمسو تعني المجموعة، وهذا هو اسم المجموعة التي بنت الأهرام، أصدقاء خوفو. المذهل أن هذا هو المكان الوحيد في الهرم كله الذي يحمل اسم خوفو. إن توقيعهم على عملهم في هذا المكان المقدس أعطى العمال فرصتهم في الخلود. كانت الكتابات الجدارية هي كل المعروف عن بناة الأهرام حتى اكتشف الدكتور حواس قبورهم. والآن تفاصيل مشوقة عن حياتهم ستنبثق. ليس من المصنوعات اليدوية في القبور، بل من هياكلهم العظمية التي أعادت كتابة التاريخ. قبل أن يعثر الدكتور حواس على القبور، كان يظن أن الأهرام قد بناها جيش من العبيد. قامت خبيرة العظام الدكتورة عزة محمد سري الدين باكتشافات أوصلتها إلى نفس ما توصل إليه مارك لينر، وهي أن العمال حصلوا على عناية لا تقدم لعبيد. بناء الأهرام بلا عجلات أو بكرات أو روافع عمل شاق، ولا شك أن الحوادث كانت شائعة. لكن عظام العمال تشير إلى أن الكثيرين نجوا بفضل المستوى المذهل من العناية الطبية. حين يدمر وزن حجر ساحق ذراع عامل، كان هناك حل طبي واحد، وهو البتر. وهناك دليل ليس فقط على إجراء هذا، بل على أن المريض قد نجا أيضا. هذان عظمان للذراع، وهما مبتوران من هذا المستوى تقريبا، أي نحو ثلث الذراع. لدينا في هذا الفرد أيضا أعلى الذراع، ويمكننا أن نرى أي جزء من العظم هذا، ويمكننا أيضا ملاحظة اعوجاج هذا العظم، لأن الشخص أجرى البتر على هذا المستوى، ولهذا كان يستخدم يده هكذا، وهذا سبب اعوجاج العظم كما نرى هنا. وهذا يعني أن هذا الشخص عاش لسنوات كثيرة بعد إجراء عملية البتر هذه. يصعب الاعتقاد أن جراحة كهذه يمكن البقاء بعدها على قيد الحياة في زمن الأهرام، أو أن العمال تلقوا عناية طبية هكذا. وهذا يظهر كم كان العمال يحظون بقيمة كبيرة، وكم كان مشروع البناء الملكي هذا هاما لمصر القديمة. أظهر الاكتشاف معاملة العمال الجيدة، وأنهم كانوا مقسومين إلى مجموعات، وكيف نظم مخططو الهرم رجالهم. وهذا أعطى مارك لينر أدلة تساعده في حل أحدث مشكلة لديه، وهي أن شوارع مدينة الهرم فيها صفوف أبنية كبيرة ذات غرف طويلة تشبه الرواق. مارك في حيرة. فكرنا في البداية، نحن لا نعرف ما هذا، إنه غريب ولا يلائم توقعاتنا على الإطلاق. هل كانت هذه الغرفة الطويلة لإنتاج الطعام؟ وماذا كان بناة الهرم يفعلون هنا؟ وفي صباح أحد الأيام خطرت لمارك فكرة، فقد تكون هذه الأروقة التي يبلغ طولها 20 مترا هي الأمكنة التي ينام فيها العمال، أو ربما مهجعا لمجموعة الكمال أو مجموعة أصدقاء خوفو.
يعتقد مارك أن بناء الهرم احتاج إلى 25,000 عامل، وهناك مكان ل2,000 عامل في الأروقة، فأين نام بقية العمال إذن؟ هناك احتمال كبير بأن يكون موقع العمل كله في الواقع موقع مخيم، وهو افتراض منطقي جدا أن يخيم الناس في كل أنحاء المقلع وفي الهرم نفسه خلال وقت بنائه. إذن ربما عاش هؤلاء العمال في ذلك المخيم في موسم بناء الهرم فقط، وكانوا يتلقون الرعاية والطعام الجيد من قبل سكان المدينة. لكن المراقبين مثل نيسوت ويسرت، الرجل الذي فتح قبره في سبتمبر، والعمال المهرة ليسوا من المخيمين، فأين عاشوا؟ يفتقد مارك أجزاء رئيسية من صورته، لكن ذلك سيتغير. قرب نهاية موسم الحفر، وبينما دفع فريق مارك حدود الموقع أكثر من قبل، كشفوا عن جزء حيوي من اللغز. في الأسابيع الأخيرة فقط، وحين انتقلنا شرقا حتى هذا البعد، وجدنا هذه الحجرات والبيوت الصغيرة. تبدو مدينة بناة الأهرام منطقية أكثر الآن. في هذه الزاوية كانت بيوت عمال الهرم الذين يعيشون مع عائلاتهم، الحرفيين والمراقبين وصناع الفخار والنسيج والنجارين. وبناء على هذه المكتشفات الجديدة، استطاع مارك لينر أن يصنع الصورة الأكثر شمولية لمدينة الجيزة. إنها المدينة الصناعية الأولى في العالم، المحاطة ببيوت للحرفيين المهرة وعائلاتهم، ومخيم موسع للعمال الموسميين. كانت عملية رائعة التنظيم من أجل مشروع بناء استثنائي. ومن العمال الذين كانوا وراء هذا التنظيم هو المراقب نيسوت ويسرت. في 16 من سبتمبر عام 2002، وفي البحث عن أفكار أكثر، كان ناموسه جاهزا للفتح. أعتقد أن هناك هيكلا عظميا سأرفعه الآن. يا إلهي، سأحاول الآن. لقد فتح. أعتقد أنه هيكل عظمي. أجل. يا إلهي، أخبرنا ماذا ترى يا زاهي؟ أجل، أرى هذا الرجل يستريح بشكل جميل، رأس وهيكل عظمي. كان في الداخل هيكل عظمي يتمدد على جانبه مثل كل عمليات الدفن المصرية القديمة، مواجها الشرق باتجاه بزوغ الشمس. لكن هل دفن معه أي شيء ليخبرنا المزيد عن نيسوت ويسرت الرجل؟ هل ترى أي مصنوعات يدوية يا زاهي أو أي تعاويذ؟ تعلم يا جاي، أنا الآن لا أريد إزعاج هذا، وكل قطعة من هذا الشيء ستؤخذ بحذر إلى المختبر لإجراء صور شعاعية، ثم نكتشف كم كان عمره ومتى مات والأمراض التي أصابته. تبدو الجمجمة سليمة تماما. أين فرشاتي؟ شكرا. أستطيع تنظيف هذا الوجه الجميل، وأقول لهذا الرجل أن يخبر العالم أن المصريين كانوا بناة الأهرام. إنها رسالة من نيسوت ويسرت، وأنا سعيد لأن هذا الرجل حافظ على جسده. في اليوم التالي لفتح ناموس نيسوت ويسرت، وصلت الدكتورة عزة لفحص الجسد. عندما حملت عظم الحوض، بدت لها بعض الأشياء الواضحة لعينها الخبيرة. إنه ذكر وليس متقدما في العمر، أعتقد أنه في 30 من عمره. حين نظرت إلى وجهه، عرفت أنه كان رجلا ضخما وقويا. كما نرى فإن الجمجمة كبيرة، ولديه أيضا أسنان كبيرة، وهذه الزاوية بين الأنف والجبين، كل هذه الصفات تخبرنا أنه رجل. لكن بقي سؤال محير. كان لقب مراقب القسم الإداري الكبير محفورا على قبر نيسوت ويسرت،
وماذا سيخبرنا هيكله العظمي عن دوره؟ كانت الأدلة في عظام ظهره. لاحظت الدكتورة عزة فورا سماكة حافات عظم الظهر، وهذا دليل على أنه أمضى سنوات يحمل حجارة أو يحمل أحمالا ثقيلة. إذن هذا الرجل الذي يوحي لقبه بأن له اتصالا مباشرا مع الفرعون كان يعمل لديه أيضا. هل هذا دليل على أن الرجال يكافحون ليصبحوا أرباب عمل، وأن المصريين القدامى يملكون مجتمعا متحركا أكثر مما نتخيل؟ إنه تطور جديد ومذهل في القصة الناشئة لبناء الأهرام. لكن الاكتشاف الأهم ما يزال في الطريق بينما يشق الرجل الآلي طريقه نحو الباب السري. اللغز الذي يكمن وراءه سيحل قريبا. في أوائل سبتمبر عام 2002 عاد فريق الرجل الآلي مع رجل آلي جديد محاولين الوصول إلى الحجر والخروج بطريقة لرؤية ما وراءه. حمل الرجل الآلي منصة منحدرة للتغلب على العتبة، وإذا وقعت مشكلة فسيحكم على المشروع بالفشل. إنه يمشي ببطء. أدت المنصة عملها. يريد الفريق معرفة أكبر قدر ممكن عن الحجر. هل يتحرك أم أنه قطعة صلبة كبيرة؟ لم يتمكنوا من تحريك الحجر، وكان الرجل الآلي يحمل آلة لقياس سماكته. فوجئوا حين رأوا النتائج. كان الحجر بسماكة نحو 7 سنتيمترات. المشكلة هي أن الحجر بسماكة 7 سنتيمترات فقط. لا يمكنك استخدام حفارة مثل هذه. يجب أن تكون الحفارة حادة جدا. بعد نقاش مطول أذن للفريق بحفر فتحة صغيرة في الحجر. ارتفع الرجل الآلي في الممر الرئيسي مسلحا بحفارة مناسبة ليقوم بمهمته، وعليهم تجنب تشقق الحجر. فتحة كاملة دون أي ضرر. لكن ماذا عن الجانب الآخر؟ ولماذا هناك حجر إذا كانت الممرات الرئيسية في حجرة الملكة هدفها دل روح الملك إلى السماوات؟ ربما ارتبطت الإجابة بالسحر. الممر المسدود ليس مشكلة لروح الملك، إذ لا يجب فتحه لكي يصعد الملك، وإن الوسيلة الرئيسية للذهاب إلى العالم الآخر في أي قبر مصري عادي هي ما نسميه بالباب المزيف الوهمي. وحين يصنعون بابا وهميا من الحجر فهو سحري ويمكنه التواصل مع العالم السفلي. لكن ماذا عن قبضتي النحاس؟ من الهام للمصريين أن تكون كل مناطق وجودهم معلمة ومغلقة بحواجز وممرات، وحين تأتي روح الملك إلى الحجر المسدود سيقول الكلمات السحرية، وقد يكون عليه إزالة القبضتين النحاسيتين أو لفظ اسميهما، وعندها لا يعود هناك شك في أنه كائن إلهي. إذا كان حجر الإغلاق نوعا من باب سحري مزيف، هل سيكون وراءه شيء؟ سيجيبنا الرجل الآلي. ليلة 16 من سبتمبر كان الرجل الآلي واقفا أمام الحجر مستعدا لدس آلة تصوير صغيرة عبر الفتحة التي أنشأها لرؤية ما وراءها للمرة الأولى. إنها لحظة الحقيقة يا زاهي، هذا ما كنا ننتظره. آلة التصوير الآن مقابل تلك الفتحة البالغة سعتها سنتيمترا واحدا في الباب الحجري. نحن الآن سنتبع تقدمها من خلال الفتحة بواسطة آلة التصوير تلك، وسنعرف ماذا يوجد وراء الباب الحجري. لنرى. حسنا، أشعلت الأضواء.
يمكنكم رؤية آلة التصوير تتقدم نحو الفتحة هناك. زاهي، قل لنا ماذا يحدث؟ آلة التصوير تدخل الفتحة الآن. حسناً. يا إلهي، انظروا إلى ذلك. نحن نسمع صرخات في الداخل. فريق علماء الآثار كان ينتظر هذه اللحظة منذ شهور. هذا مثير. ما الذي نراه يا زاهي؟ نرى بابا مغلقا آخر. باب مغلق آخر؟ أجل. ما هذه العلامات على الباب؟ شقوق. ماذا؟ إنها شقوق. في باب مغلق آخر. نحن هنا أمام اكتشاف. لا يصدق. أنا سعيد حقا لأننا حصلنا على هذا. عثرنا على حجرة مغلقة أخرى. إنها المرة الأولى التي يتحقق فيها ذلك. الحجرة الصغيرة المغلقة هي أول مكان جديد يكتشف في الهرم الأكبر منذ 130 عاماً. شعرت بإثارة كبيرة وفوجئت جدا حين رأيت الوجه الأبيض لهذه الصخرة في المقدمة. كانت مفاجأة، شيء لم يره أحد منذ 4500 عام. في اليوم التالي عادوا إلى حجرة الملكة وألقوا نظرة جيدة على اكتشافهم، وباستخدام مسبر آلة التصوير كعصا قياس عرفوا حجم المكان الجديد. المسافة بين النهاية الخلفية للحجر والنهاية الأمامية للحجر الجديد هي 14 سنتيمترا فقط. هذا إذا مكان جديد غريب في الهرم بعمق 14 سنتيمترا. لكن لم يكن هذا اكتشافهم الوحيد. سيدخل الفريق الرجل الآلي إلى الممر الرئيسي الآخر في حجرة الملكة، الممر الشمالي. كان مجهولا بسبب عقبة رئيسية. الممر الشمالي ليس مستقيما، لقد أجبر البناؤون على جعله ينحني حول الرواق الكبير، ولم يرى أحد ماذا وراء أول زاوية حادة. بعد مناورات بدت بلا نهاية، تمكن الرجل الآلي من الالتفاف حول الزاوية الصعبة ودخل المجهول. وبينما كان يتسلق الممر، كان يتجنب قضيبا أدخله المستكشفون في العشرينيات. هم أيضا كانوا يحاولون حل لغز الممرات. لم يعرف الفريق ماذا سيحدث، لكنهم يعرفون ماذا يريدون. انظروا إلى ذلك، إنه على المسافة نفسها كما في الممر الجنوبي. كان هناك باب صغير مغلق، إنه توأم الباب في الممر الجنوبي. بالنسبة إلى مارك لينر، فإن اكتشاف حجر الإغلاق في الطرف الشمالي يضيف معنى أكبر للممرات. يوجد حجر إغلاق بمقبضين نحاسيين غامضين في الجنوب، ثم في الممر الذاهب من الشمال هناك الحجر ذاته وبنفس المقاييس. كل هذا يجعل للأمر معنى من جهة بناة الهرم. لو كانوا ينظرون إلى هذه المقابض على أنها مزلاج، فقد تكون رمزا لمزلاج باب السماء إلى السماء الشمالية وإلى السماء الجنوبية. لو كنت ترمز إلى ذلك، فإن الحجرة السرية ليست أكثر من سرداب سماوي إلى السماء نفسها. كانت لدي مشكلة دائما مع حقيقة أن الملك موجود في حجرة الدفن، ثم الملك بين النجوم. كيف يصل إلى هناك؟ وهنا عثرنا على الإجابة، وبطريقة منطقية مصرية. إنهم يقدمون له ممرا بأبواب، وهذا هو المطلوب. هناك السرية التي بني بها للسماح للملك وللملك فقط بالمرور، وهو طريق خروج مباشر له. إن اكتشاف حجرة سرية أثار الإمكانية الآسرة لوجود المزيد من الحجرات السرية في الممرات. إن حقيقة إغلاق مكان ثم وجود لوح آخر قد تشير إلى أن هذه الألواح هي التي أغلقوا بها ممر حجرة الملك. أبواب منزلقة صغيرة كإغلاق رمزي لهذه الممرات ينزل إلى حجرة الملكة. لهذا ربما يكون في كل ممر رئيسي سلسلة من الأبواب المغلقة لتمر روح الملك منها، لكن هذه الأبواب سحرية،
واللغز في عدم ظهور الممرات على الجانب الخارجي للهرم قد تم حله. هذه الأبواب والممرات السرية تؤدي فقط إلى الحياة الأخرى. لن أفاجأ لو كان هناك المزيد، لأن الدخول إلى الحياة الأخرى ليس سهلاً، فعلى الملك أن يعبر ممراً تلو آخر، ومن يدري ربما ممرات أخرى قبل أن يدخل الحياة التالية. إنها لحظة هامة جدا بالنسبة لنا. كان ذلك الباب أحد أهم الاكتشافات قبل نهاية عام 2002، وأنا أعتقد أن هذه هي بداية الكشف عن حجرات داخل الهرم، وسوف يستمر.